لما بنحلل السيناريوهات اللي بتهدد الاب تايم في اي داتا سنتر، دايما التركيز بيروح على الهاردوير فيلير. هل اليو بي اس هيستحمل؟ هل التشيلر كاباسيتي كفايه؟ بس تحليل اكبر حوادث الداون تايم في العالم بيقول حاجه مختلفه غير كده. المشكله غالبا مش لازم تكون في التكنولوجيا بس، لان اغلب الداتا سنترز الحديثه بتكون معموله بريدندنسي عالي، سواء ان بلس 1 او 2 ان، ومش في ان الانفراستراكشر بتاعتنا قديمه، لان احنا بنكون متابعين والبريفنتيف مينتنس دايما بتعرفنا احنا فين، وبنكون متابعين ده كويس. العامل الحقيقي والاخطر غياب الجاهزيه التشغيليه وقت الازمه، وقت حريق او باور اوتج مفاجئ او حتى سايبر انسيدنت. الفرق بين انسيدنت بسيط وتوتال بلاك اوت مش بيكون في المعدات، الفرق بيظهر في الاي او بي، الامرجنسي اوبريتنج بروسيدرز. الافيلابيلتي والاس ال اي بيختفوا في ثواني لو مفيش ريسك مانجمنت متطبق صح. المشكله ان كتير في السوق بيتعامل مع الاي او بي انها مجرد ملفات، وبندور بس على ان احنا نكون كومبلاينس، لان وقت البانيك الاوبريتور ما بيكونش عنده الرفاهيه انه يفتح المانوال ويشوف هنعمل ايه في النكست ستيب. لما كنت شغال في كلاود داتا سنتر كنا بنطبق ده بشكل دوري، وكنا بناكد على ان التيم اللي بيوبريت الداتا سنتر على درايه كامله بكل السيناريوهات الخاصه بالاي او بي، والاداره كانت دايما بتتابع معانا وتاكد ان احنا بنوصل ده بشكل دوري. عشان الاي او بي تشتغل بجد لازم تكون سيناريوهات واقعيه نتدرب عليها لحد ما تكون ماسل ميموري وجزء من التشغيل اليومي، مش مجرد اجراء شكلي. الخلاصه بسيطه: اقوى خط دفاع لاي كريتيكال فاسيلتي مش احدث تكنولوجي، الاقوى هو فريق اوبريشنالي ريدي، فاهم السيكونس اوف اوبريشن وبيتحرك صح في اول دقيقه قبل ما الازمه تكبر. السؤال ليكم كاوبريشنز بروفيشنالز: اخر دريل اتعمل عندكم كان بس توقيع في لوج بوك، ولا نفذتوه صح وكان اختبار حقيقي تحت ضغط؟ الاستعداديه مش رفاهيه، دي اساس الريليابيليتي. تابعوني في الفيديوهات الجايه عشان هنتكلم في مواضيع مهمه للداتا سنتر والمجال بتاعنا بشكل عام.